معكم 5 اشكال من لي كلاص غادي نستعملوا الفواكه بدون كريمه. ان شاء الله تجربوهم وينالوا الاستحسان ديالكم. دوزوا على بركه الله لطريقه التحضير. بالنسبه للكلاص الاول غادي نديروه بالنكهه ديال الفريز. انا هنا عندي الفريز اللي جمدته من قبل او الفراوله كما كتشوفوا معايا. عندي هنا جامده، عندي العسل باش غادي نحلي هاد الكلاص ديالنا، وعندي واحد ياغورت بنكهه الفريز. صافي كنشد هاد الفريز غادي نقطعو كما كتشوفوا معايا. انا هنا كان عندي في المجمد كما قلت لكم دائما الفاكهه تكون جامده. كنجيبو خلاط كهربائي، اي نوع ديال الخلاط الكهربائي، وغادي نزيدو العسل على حسب الذوق. ممكن تستعملوا السكر كيف ما ممكن تستعملوا حليب مركز محلى الا متوفر عندكم. انا هنا غادي نزيد ياغورت بنكهه الفريز كما كتشوفوا معايا. جوج مكونات اللي بساطين وكيعطينا واحد الكلاص اللي لذيذ بزاف. نحضروه لوليداتنا في البيت احسن من الجاهز. صافي هنا كنطحن هاد المكونات حتى كيولي عندنا على شكل كريمي كما كتشوفوا معايا. كيطحن معنا بكل سهوله وغتشوفوا القوام ديالو كيف ما كتشوفوا معايا. هذا هو الشكل ديال الكلاص ديالنا. كيولي على هذا الشكل، كيولي كريمي كما كتشوفوا معايا. غادي نجيبوا واحد الاناء او علبه اللي كتدخل المجمد، وكنفرغوا فيها هذا الخليط، وغادي نغطيوه بلاستيك غذائي وغادي نحتفظ بها في المجمد. كنخليوها حتى كتجمد، وان شاء الله ندوز معكم باش نحضروا الكلاص الثاني او النكهه الثانيه. بالنسبه للكلاص الثاني هنا غادي نحضروا بالفرومبواز او التوت البري. كما تشوفوا معايا عندي هنا جوج ديال الانواع. عندي هذا اللي كيكون احمر والتوت اللي كيكون اسود. وهنا غادي نستعمل ياغورت كما كتشوفوا معايا. عندي ياغورت بالفواكه الحمراء، وغادي نحلي بالعسل. ممكن تستعملوا ياغورت ديال الفريز الا ما توفر لكمش هاد النوع ديال الياغورت، او اي ياغورت متوفر عندكم طبيعي ممكن حتى هو كيجي لذيذ. صافي هنا غادي نستعمل هاد الفرومبواز. غادي نفس الطريقه ديال الفريز كما كتشوف معايا. كنحطوا المكونات كامله في الخلاط الكهربائي، وغادي نضيف كميه من العسل كما قلت لكم. الا متوفر لكم العسل تستعملوه، ما متوفرش تستعملوا السكر. هنا غادي نزيد ياغورت، ودائما كيبقى لكم الحلاوه على حسب الذوق. هنا غادي نطحن هاد المكونات كما كتشوفوا معايا حتى كينسجموا ليا وكيولي عندنا واحد الخليط اللي كريمي. مره كنبقاو ننزلوا هاد المكونات وكنطحنوا. كيف ما كتشوفوا معايا حتى كنحصلوا على خليط اللي كيكون على هذا الشكل. كيكون خليط اللي كريمي كما قلت لكم، و كيجي لذيذ بنكهه الفرومبواز. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وينال الاستحسان ديالكم. كما قلت لكم اي نوع ديال الفواكه متوفره عندكم، اي نوع ديال الفواكه كتفضلوا غادي تستعملوها في الكلاص ديالكم. هنا غادي نستعملوا كما قلت لكم كتستعملوا في علبه او اناء، وتغطيوه مزيان وتدخلوه المجمد نفس الطريقه اللي استعملنا مع الفريز. بالنسبه للفاكهه الثالثه عندي هنا الموز. نفس الطريقه حتى هو كنقيوه ونقطعوه وكنديروه في المجمد، كنخليوه حتى كيجمد. وياغورت بنكهه الموز. وعندي غادي نحليه بالحليب المركز المحلى. انا متوفر عندي، نتوما كيبقى لكم الاختيار. الا متوفر عندكم تستعملوه، او الا ما متوفرش تستعملوا السكر او العسل. انا كما قلت لكم كان متوفر عندي واستعملته. وعندي هنا ياغورت بنكهه الموز. صافي كنطحن هاد المكونات. كيف ما ممكن تستعملوا الموز بوحدو بدون اضافه ياغورت او حليب مركز محلى، حتى هو كيجي لذيذ وكيجي كريمي.
صافي هنا غادي ندخلوا المجمد، وغندوز معكم نستعملوا الفاكهه الرابعه. كما كتشوفوا معايا هنا عندي المشماش، نفس الطريقه كنقيوه ونقطعوه وندخلوه للمجمد، وعندي العسل باش غادي نحليه، وعندي واحد ياغورت. انا هنا متوفر ليش ياغورت بنكهه المشماش، استعملت ياغورت بنكهه الفانيلا، او تستعملوا ياغورت طبيعي جا لذيذ بنكهه الفاني. جا داك المزيج بين المشماش والفاني جا لذيذ بزاف. صافي هنا كنطحنهم مزيان، وغادي نفس الطريقه غادي نفرغوا الخليط في واحد الاناء او في علبه محكمه الغلق، وكتحتفظوا به في المجمد. كيف ما كتشوفوا معايا هنا الفاكهه الخامسه عندي الخوخ اللي نقيته، حيت لي العظم ديالو تقريبا اكثر من نصف الكميه نقيتها، وتقريبا شي 2 حبات خليتهم بالقشره ديالهم وقطعتهم ودرناهم في المجمد، خليناهم حتى جمدوا. وغادي نضيف معاهم ياغورت بنكهه الخوخ. انا هنا عندي ياغورت بنكهه الخوخ والمونغ والمشماش، وهنا غادي نزيد معاهم العسل. كما كنقول لكم دائما كتحليو باش متوفر عندكم عسل او السكر. صافي وكنزيد الياغورت وغادي نطحنهم بنفس الطريقه حتى كينسجم ليا الخليط وكيولي عندي واحد الخليط اللي كريمي. كما كتشوفوا معايا كيطحن معنا بكل سهوله، وغادي نفرغوه في واحد العلبه وغادي نحتفظوا به في المجمد. كنخليهم كيجمدوا كما كنقلبوهم حتى كنلقاوهم تماسكوا، وغادي نرجع معكم ان شاء الله في الشكل النهائي باش نقدموهم وتشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي. كما كتشوفوا معايا القوام ديال هذا الخليط. صافي كما كتشوفوا معايا هنا بعد ما جمدوا لنا لي كلاص ديالنا، انا هنا تقريبا خليتهم 4 ديال السوايع، ممكن تخليهم ليله كامله دائما على حسب المجمد. كما كتشوفوا معايا القوام ديالهم كيفاش كيكون قوام اللي هو كريمي وكيجيو لذاذين. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم وينالوا الاستحسان ديالكم. كما كتشوفوا كما شفتوا معنا استعملنا فواكه اللي هي طبيعيه، وشي حاجه نقدموها لوليداتنا بالفواكه كتجي لذيذه. كما كتشوفوا معايا انا هنا قدمتهم على هذا الشكل. ماشي ضروري انها تكون عندكم هاد باش كنهزوا لي كلاص، فقط تكتفيو بملعقه، او الا كانت عندكم غرفه ديال الخشب حتى هي كتهز لكم بطريقه اللي سهله. صافي هنا كنقدم الشكل الثاني اللي هو ديال الموز. كما كتشوفوا معايا بنفس الطريقه كيجي كريمي وكيجي لذيذ لذيذ لذيذ. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه. كيف ما كتشوفوا معايا الشكل ديالو كيفاش كيجي هنا. الشكل الثالث او الكلاص بنكهه الفرomboise حتى هو كيجي لذيذ. كيف ما قلت لكم ممكن تستعملوا اي نوع ديال الفواكه كتفضلوا، دائما كتستعملوا نفس الطريقه. تقطعوهم وديروهم في المجمد تخليهم ليله كامله وكطحنوهم مع ياغورت. صافي كنبقاو غاديين على نفس الطريقه. كما كتشوفوا معايا الشكل ديال الكلاص ديال الفرomboise كيجي حتى هو لذيذ وكيجي رائع. كما كتشوفوا معايا هنا الكلاص بنكهه الخوخ. كما كتشوفوا معايا داك كما قلت لكم دوك الحبات اللي خلينا بالقشور ديالهم كيجيو داك القشور اولا. كما كتشوفوا ما كيجي الشكل ديالهم زوين في الكلاص. صافي نفس الطريقه نقدموا بها الكلاص ديال الخوخ. والكلاص الاخير هو ديال المشماش. كما كتشوفوا معايا الكلاص ديال المشماش حتى هو كيجي لذيذ، وداك المزيج بين الفاني والمشماش كيجي اكثر من رائع. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه. كما كتشوفوا معايا كيتحيد معنا بكل سهوله. الا كان جامد لكم الكلاص بزاف كتخرجوه من قبل، دائما تخرجوا الكلاص ديالكم من قبل وكتخليوه حتى واحد 5 ديال الدقائق اولا على حسب الجو، وكتقدموه بكل سهوله. هنايا كنبقى ليا الكلاص ديال الفريز او ديال البنان او الموز، ودرتهم في هاد
الاناء كما كتشوفوا معايا الشكل ديالهم جا زوين. الا بغيتو ديروا هذا المزيج بين الفواكه قلت علاش لا اللي منقدموش معكم، تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي. كما كتشوفوا معايا جا الشكل ديالو زوين واكثر من رائع، وان شاء الله غيعجب وليداتكم. وصلنا لنهايه ديال الفيديو ديالنا. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاستحسان ديالكم، ونتمنى هاد النكهات اللي قدمت معكم او الكلاص اللي قدمت معكم اليوم يعجبكم وتجربوه ان شاء الله وينال الاستحسان ديالكم. واذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ويعجبكم المحتوى ديالها ما تبخلوش عليا من لايك واشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. تبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء وتخليوا لي التعاليق ديالكم حتى هما كيهموني. شكرا على المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله.